أخبارنا المحلية، تمر 3 سنوات على معاناة سكان بوصالح بجنوب باتنا من أزمة الماء الصالح للشرب، وأمام عدم اكتراث المصالح المعنية تولى مواطن ضخ الماء من منقبه إلى خزان البلدية، والأخيرة لا تتوانى في مطالبة السكان بدفع الفاتورة. التقرير للزميل حكيم عماري. أزمة ماء حادة تشهدها قرية بوصالح مقر بلدية تغانيمين بجنوب باتنا. 3 سنوات مرت على جفاف المنقب الذي يزود السكان بالماء، ولا حل في الأفق القريب. المشكل نتاع الماء اللي هنا في بلدية بوصالح والله مشكل عويص. من 2012 والفراج تاعنا يبس، وللآن راهو يابس. زيادة على الفراج اللي يبس، هناك بئر ثاني تاع البلدية تم إنجازه من طرف البلدية، ثاني للأسف الشديد لم يوجد فيه الماء. نشطاء البلدة رفعوا انشغالاتهم إلى سلطات الولاية، فكان الرد الآتي: طلبنا من الولاية فراج، أعطاونا فراج. نهار كي رحنا سقسينا عليه قالوا لنا أعطاو لكم 300 متر، ولكن مع الأسف الشديد مضاو على هذا الطلب هذا مدة 3 سنين، للآن ما ظهر والو. الاستنجاد بأحد الخواص للتزود بالماء كان الحل الاستعجالي، لكن حاليا الدشرة تشرب من البير تاع واحد فلاح، والبير هذا قريب للواد او فيه حاشاكم الزيقو، والماء هذا ما نشربوش، نستعملوه برك للغسيل. إلى متى نظل على هذه الحالة؟ يقول هذا المواطن: الملميان قيمة السوق من السيتيرنا ثايا مع الغلا النميرة، امانو فلاحة يكفاش هذه الصيفة الملميان قيمة السغمان مام الاستعمال المنزلي ونكفاش. أزمة الماء لا يعاني منها سكان بوصالح فحسب، بل يعاني منها أيضا قطاع من سكان مدينة الريس. فمتى تلعب الجهات المعنية دورها في إعادة المياه إلى مجاريها؟